لو ما شفتش الجزء الأول والتاني من الفيلم ده هتلاقي اللينك بتاعهم موجود في الوصف. بيبدأ الجزء الثالث في الفضاء بكائن فضائي واسمه نول، واللي بيقول إنه إله الفراغ وكل العوالم اللي في الكون، وإنه محبوس في المكان ده من زمن بعيد جدا، وده لأن الضوء استولى على كوكبه المظلم، وساعتها أطفاله خانوه وسجنوه في المكان ده، وعلشان يتأكدوا إنه هيفضل محبوس للأبد خبوا مفتاح السجن في مكان معين في الكون. فبيكمل نول كلامه مع الوحوش اللي بيكون مسيطر عليها، وبيقول لهم إن مهمتهم إنهم يدوروا على المفتاح في كل مكان لغاية ما يلاقوه، وساعتها هيحرر نفسه من سجنه وهيدمر كل الكواكب اللي موجودة في الكون، وهيمنح الوحوش دي حياة أبدية كمكافأة ليهم علشان هم ساعدوه. فبتتحمس الوحوش وبتفتح بوابات زمنية علشان تعبر منها، وبيدوروا على المفتاح. وبنروح للمكسيك وبنشوف إيدي وفينوم وهم قاعدين في حانة هناك، وبيكون قاعد بيتكلم مع البارمان وبيقول له فينوم إنه عايز يشرب كحول، ولما إيدي بيرفض بيتحكم فيه فينوم وبيجبره يعمل كوكتيل من مشروبات كتير علشان يشربه. وبيشوف إيدي نشرة الأخبار في التلفزيون واللي بتتكلم عنه وبتقول إنه مطلوب للعدالة، والشرطة بتدور عليه لأنهم فاكرين إنه قتل ضابط شرطة واللي اسمه باتريك. فبيقرر إيدي وقتها إنه يهرب، بس ما كانش عارف هيروح على فين. وقتها بيشوف مجسم صغير لتمثال الحرية قدامه، فبيقترح عليه فينوم إنهم يسافروا على نيويورك، وده علشان فينوم كان بيتمنى انه يشوف تمثال الحرية على الحقيقة، وبيوافق ايدي على كلامه. وبعد ما بيمشوا بنلاحظ ان في جزء من جسم فينوم لزق على العملة اللي سابها للبارمان. وبعد ما بيخرج ايدي وفينوم وبيبدأوا يتحركوا لطريقهم لنيويورك بيسمعوا صوت كلاب كتير بتنبح بصوت عالي، فبيفهم ان الكلاب دي بتنبح بالصوت العالي ده لانهم محتاجين مساعدة. فبيقرر انه يروح علشان يساعدهم. فبيتحرك ايدي ناحية مصدر الصوت لغاية ما بيوصل لمكان موجود فيه عدد كبير من الكلاب، وبيبقوا محبوسين جوه أقفاص من حديد. وقبل ما يحررهم بيظهر ورا عصابة من الأشرار، وبيقول زعيمهم لإيدي إن هو ورط نفسه في مشكلة كبيرة، وده لأنه دخل مكانه من غير إذن. فبيتجاهل إيدي كلامه وبيسأله هو ليه حابس الكلاب دي، فبيعرفه إن هو بيجوعهم علشان يشرسهم وبعدها يستخدمهم في القضاء على المتطفلين اللي زيه. فبيطلب منه إيدي إنه يحرر الكلاب دي في مقابل إنه هيسيبه يعيش. فبيسخر منه الزعيم وبيضحك رجالته وبيرفعوا سلاح في وشه وبيهددوه بالقتل. ساعتها فينوم بيكون عايز يهجم عليهم وياكلهم، لكن ايدي بيرفض وبيديله فرصة أخيرة، لكن هو ما بيسمعش كلامه وبيقرب منه وبيجرحه بالسكينة في وشه. ساعتها بيظهر فينوم وبيضربه برجله فبيطيره للحيط، فبيضرب عليه رجالة العصابة النار علشان يقتلوه، ولكن طبعا الطلقات ما بتأثرش في فينوم، فبيضربهم كلهم وبيسيطر عليهم في ثواني. فبيجمعهم كلهم قدامه وهم مرعوبين وبيسألوه هو مين، فبيرد عليه ايدي وفينوم مع بعض وبيقولوا ان هما اسمهم فينوم. وبعد ما بيحرروا الكلاب بيخرج ايدي وفينوم من المكان علشان يكملوا طريقهم لنيويورك. وبيظهر وقتها وحش من وحوش نول وهو بيدور على المفتاح، وفي نفس الوقت بيكون في شخص بيراقب ايدي من خلال كاميرات المراقبة، وبيطلب من المساعد بتاعه انه يتصل بالجنرال سترايك ويعرفه باللي بيحصل. وبنرجع للحانة وبيكون البارمان قاعد بيشرب، وبيكون لسه مصدوم من اللي عمله فينوم في الحانة، وفجأة بيشوف قدامه الجزء اللي كان وقع من جسم فينوم وهو بيتحرك. فبيحاول انه يمسكه، لكن بيظهر سترايك وبياخد الجزء من قدامه وبيتحفظ عليه. وبعدها بيسأل البارمان عن الشخص اللي كان موجود عنده من شوية، فبيقول له ان هو ما يعرفش حاجة عنه ولكنه شخص غريب وبيتكلم مع نفسه، ده غير انه كان بيطلع منه دراعات كتير ولونها اسود. فبيؤمر سترايك جنوده انهم يقبضوا على البارمان وبيمشي من المكان. وبعدها بنشوف بنت وولد اخوات نايمين على الارض وباصين للسما، وفجأة الطقس بيتغير وبتحصل عاصفة شديدة، فبيجروا بسرعة علشان يستخبوا من العاصفة، لكن البرق بيضربهم وبيقع الولد على الارض وبيموت. وبيظهر ان كل ده كان حلم الدكتورة اسمها بي، واللي بتصحى من النوم وهي مفزوعة بسبب الحلم ده. وبعدها بتركب بي عربيتها وبتروح على مكان شغلها، واللي بيكون في قاعدة عسكرية أمريكية معروفة بالمنطقة 51، وبتكون موجودة في مكان بعيد في الصحراء لأن القاعدة بتعمل هناك اختبارات على الكائنات الفضائية. وبعدها بتدخل بي بعربيتها في نفق سري موجود جوه الجبل، تنزل بأسانسير لعمق كبير جدا تحت الأرض لحد ما بتوصل للمختبر اللي هي بتشتغل فيه. وفي المختبر بنشوف الجنرال سترايك اللي بيقابل بي، وبنعرف إنهم بيشتغلوا مع بعض. ولما بتدخل بي للمكتب بتتكلم مع سترايك وبتحاول تفهمه إن مش كل الكائنات الفضائية كائنات شريرة. فبيعرفها سترايك إن الفكرة دي اتكونت عنده بحكم شغله، وده لأن مهمته هي القبض على الكائنات الفضائية وبس، أما مهمتها هي فحص الكائنات دي ودراستها. وبيقول سترايك لبي إن هم قدروا ينقذوا الضابط باتريك من الموت، ده بعد ما حقنوه بعينة من عينات الكائنات الفضائية اللي موجودة في المختبر واللي بتكون من نفس فصيلة فينوم. فبتروح بي علشان تتابع حالة باتريك مع زمايلها، وساعتها بتيجي دكتورة اسمها سادي وبي بتسلم عليها، وبعدها بيديها سترايك عينة فينوم اللي لقاها في المكسيك.
وقتها بي بتسأل سترايك لو في اخبار عن مكان فينوم، فبيقول لها ان هم لسه بيدوروا عليه. وبعدها بيروحوا علشان يتكلموا مع باتريك وبيحاولوا يفهموا منه ايه اللي حصل معاه قبل ما يموت، لكنهم بيلاقوا ان العينة اللي حقنوه بيها استحوذت على جسمه. وبيرد عليهم بلسان الكائن الفضائي وبيقول لهم ان هو والكائنات اللي زيه هيموتوا، وده لان في وحوش بتدور عليهم علشان تقتلهم وتمحيهم من الوجود. فبيسألوه عن السبب اللي يخلي الوحوش دي تعمل كده، فبيقول لهم ان هم بيدوروا على مكان آمن علشان يستخبوا فيه وبيسكت. وفي الناحية التانية بيكون ايدي وفينوم نايمين فوق ظهر طيارة وفينوم ماسك فيها، وبيبقى ايدي مش عاجبه اللي بيحصل ومش قادر يستحمل الهواء، فبيتحول فينوم بالكامل علشان يحمي ايدي. وفي اللحظة دي بيقدر الوحش انه يحدد مكان فينوم ويتحرك ناحيته، وبيظهر الوحش قدام فينوم وبيحاول يمسكه، ولكن فينوم بيقدر يهرب منه. وبعدها بيدخلوا مع بعض في قتال عنيف، وبيقدر فينوم انه يرمي الوحش ده جوه محرك الطياره، ووقتها جسم الوحش بيتقطع لاجزاء صغيره جدا. وبعدها بينط فينوم من على الطياره ولكن بجسم ايدي، وفينوم بيحاول نفسه لمظله علشان ينزلوا على الارض بامان. وفي اللحظه دي بيكون في شخص اسمه مارتن في عربيته ومع عيلته وماشيين في الطريق ورايحين للمنطقه 51، وده لان مارتن مهووس بالكائنات الفضائيه ونفسه يشوف واحد على الحقيقه. واثناء ما كانوا ماشيين في طريقهم بتقع عليهم قطع من جسم الوحش اللي كان بيقاتل فينوم، ولكن مارتن بيفتكرها مجرد صخور صغيره وقعت من الجبال اللي حواليهم. وساعتها بنشوف جسم الوحش بيتجمع وبيرجع الوحش مره تاني للحياه. نرجع لايدي وفينوم اللي بيكونوا بينزلوا على الارض، وبعدها بيدخل فينوم جوه جسم ايدي، وبيكون ايدي عايز يعرف من الوحش ده وليه بيطارده. فبيقول له فينوم ان هو وحش من وحوش نول، وبيحكي له ان هو وباقي فصيلته هربوا من نول بعد ما حبسوه جوه السجن في كوكبه، ومفتاح السجن ده موجود جوه جسمه. وبيعرفوا ان الوحش ده جاي علشان ياخد المفتاح ويحرر نول من سجنه. وبيكمل فينوم كلامه وبيقول لايدي انه اول ما بيتحول بالكامل بيقدر الوحش ده انه يعرف مكانه، وده لان المفتاح بيصدر اشارات وبيكون من السهل جدا انه يحدد مكانه. فبيسال ايدي فينوم هما ازاي هيقدروا يتخلصوا من الوحش ده، فبيقول له فينوم انه طول ما هما الاتنين سوا هيكونوا في امان، وان الطريقه الوحيده للقضاء على الوحوش دي كلها هي التخلص من المفتاح، ولكن ده مش هيحصل غير في حاله واحده بس، وهي انهم ينفصلوا عن بعض وواحد فيهم يموت علشان المفتاح يختفي. وقتها ايدي بيشوف حصان قدامه، فبيقول فينوم ان الحصان ده هو اللي هيوصلهم لنيويورك. وبعدها بيدخل جوه جسم الحصان وبيحط ايدي على ظهره، بعدها بينطلق في الصحراء بسرعه كبيره جدا لدرجه ان ايدي بيطير من على ظهره، ولكن فينوم بيمسكه تاني وبيرجعه. وفي نفس الوقت بيكون سترايك في المختبر مع بي، وبيجي وقتها جندي وبيبلغوا انهم رصدوا مكان ايدي بعد ما نط بالمظله من الطياره، فبيأمروا سترايك انه يجهز مجموعه من الجنود علشان يروحوا يقبضوا عليه. وبنروح لايدي وفينوم واللي بيقفوا عند بحيره علشان الحصان يشرب منها، وفجاه بتظهر طياره وبيكون موجود فيها جنود سترايك واللي بيضربوا فينوم بموجه قويه جدا من الاشعاع. فبيرمي فينوم ايدي في البحيره، وبعدها بيسيب جسم الحصان بينزل تحت الميه علشان يدخل جسم ايدي، وبيغير جنود سترايك لبسهم للبس الغطس وبينزلوا الميه وبيطاردوه. وبيقدر واحد من الجنود انه يمسك ايدي، لكن ايدي بيشيل خرطوم الاكسجين اللي في بلدته وبيهرب منه. وبيجي جندي تاني وبيشتبك مع ايدي، وبيكون الجندي عايز يضرب ايدي بالنار، لكن ايدي بيسيطر عليه وبيقدر يبعد المسدس عنه. وفجأة بتخرج رصاصة من المسدس تيجي في الجندي وبيموت، وبيكون ايدي مصدوم مش مصدق انه قتل الجندي. ولكن بيجي جندي تاني وبيشد تحت المية، ووقتها الاتنين بيكونوا ماسكين بعض ومتجهين ناحية الشلال. فبيجري فينوم على ايدي وبيتحول بالكامل عشان يقدر ينقذه، ولكن الجنود بيتجمعوا حواليه وبيصعقوه بالكهرباء. وفجأة بيظهر الوحش اللي بيكون حدد مكان فينوم وبينط في المية علشان يمسكه، لكن فينوم وايدي بيقدروا يهربوا منه، بيخرجوا من المية. وفي اللحظة دي الجنود بيصوبوا أسلحتهم على الوحش وبيضربوه بالنار، لكن الوحش مش بيتأثر وبيبدأ ياكلهم واحد ورا التاني. ويكون سترايك شايف اللي بيحصل وهو مصدوم، أما فينوم بيدخل جسم ايدي وبيهربوا من المكان بسرعة. وبعدها سترايك بيتصل بالدكتورة بي وبيعرفها اللي حصل، وبعدها بيرجع سترايك للمختبر وبيروح هو وبي وستادي لباتريك وبيسألوه عن اللي بيحصل، لكنهم بيلاقوا باتريك بيتحول بالكامل للكائن الفضائي. بيتكلم الكائن وبيقول لهم ان في كائن مخيف اسمه نول بعت وراهم وحوش علشان تدمره. فبيسألوه عن السبب اللي يخلي نول يعمل كده، فبيقول لهم ان هم سجنوا نول لانه كان بيتحكم فيهم من زمان، وعلشان كده هو بعت الوحوش دي وراهم علشان يجيبوا المفتاح ويحرروه من سجنه، وان المفتاح موجود جوه كائن لونه اسود من فصيلتهم. وبيقول الكائن ان نول لو حصل على المفتاح هيدمرهم كلهم وهيدمر البشر كمان. فبيسألوا سترايك ازاي يمنعوا نول من الوصول للمفتاح،
فبيقول له ان هم مش هيقدروا يعملوا كده، وده لان نول بيمتلك قوة رهيبة مفيش مخلوق يقدر يقف قصادها. وبيقول الكائن ان فينوم والشخص اللي عايش جواه بيشكلوا قوة كبيرة بتحمل مفتاح، وبيأكد ان طالما الاتنين عايشين فالقوة دي هتفضل موجودة، لكن اذا مات واحد فيهم فساعتها القوة دي هتختفي والمفتاح مش هيكون ليه وجود. ووقتها بيفهم سترايك ان الوسيلة الوحيدة لمنع نول هي قتل ايدي او فينوم، وده علشان نول يفضل محبوس جوه سجنه للابد. وبيظهر ان باي مش عاجبها اللي سترايك ناوي يعمله، فبيتعصب عليها وبيقول لها ان جنوده ماتوا لازم ينتقم لهم، ده غير ان هو هيحمي البشر كلهم باللي بيعمله وبيمشي من المكان. وفي نفس الوقت ايدي بيكون ماشي في طريقه علشان يوصل لنيويورك، وفجأة بيشوف قدامه مارتن وعيلته اللي بيكونوا مخيمين علشان يستريحوا وياكلوا وبعدها يكملوا طريقهم. واول ما مارتن بيشوف ايدي بيفهم ان هو محتاج المساعده، فبيرحب بيه وبيعرفه على عيلته واللي هم مراته نوفا وابنه ليف وبنته ايكو، وكمان معاهم كلب واللي اسمه بلو، وبيسمح له ينضم ليهم وبيعزموه على اكل نباتي. ولكن فينوم ما بيعجبوش الاكل وبيرميه بعيد، وبيكون عايز ياكل مارتن وعيلته لكن ايدي يمنعه. وقتها مارتن بيستغرب من تصرفات ايدي الغريبه لانه بيكلم نفسه، ولكن نوفا بتتدخل علشان تغير الموضوع وبتسال ايدي هو رايح فين، فبيقول لها ايدي ان هو رايح نيويورك. فبيرد عليه مارتن وبيقول له ان هو ممكن يوصله لولايه قريبه من نيويورك، وبيعرفوا ان هم رايحين للمنطقه 51، وده لان هو مؤمن بوجود فضائيين عايشين معاهم ونفسه يشوف واحد منهم على الحقيقه. وبيسال مارتن ايدي لو هو مصدق ان في كائنات فضائيه معاهم على الكوكب ولا لا، فبيقول له ايدي ان هو مصدق الفكره جدا. وبعدها بيركبوا العربيه كلهم وبيتحركوا في طريقهم. وساعتها مارتن بيعزف على الجيتار وبيغني مع عيلته، وبتعجب فينوم الاغنيه وبيغني معاهم. وبيجي الليل وبيكونوا كلهم نايمين، ولكن ليف بيصحى من النوم وبيصحي ايدي، ويطلع ليف من جيبه شوكولاته وبيعزم على ايدي، ويطلب منه يوطي صوته لان ابوه وامه مانعينه من اكل الحلويات، فبياخدها منه ايدي وبيشكره. وبعدها ليف بيسال ايدي ان في كائنات فضائيه معاهم على الكوكب ولا لا، فبيفهم ايدي من خلال نبره صوته انه خايف، فبيقول له ايدي ان دي كلها خرافات ومفيش حاجه اسمها فضائيين. وساعتها بيطمن ليف وبينام على كتف ايدي. وفي اللحظه دي فينوم بيعجبه تصرف ايدي وبيقول له ان هو هيكون اب كويس في المستقبل، وبيقول له كمان ان هو مبسوط علشان ما اكلش العيله دي. وبعد شويه وقت بيوصلوا لولايه لاس فيجاس، فبترصد كاميرات المراقبه ايدي وبتحدد مكانه. وقتها بيدي مارتن فلوس لايدي وبيديله صندل كمان علشان يلبسه، لانه لاحظ ان ايدي مش لابس اي حاجه في رجليه. فبيشكره ايدي وبيطلب منه يخلي باله من نفسه ومن عيلته. واول ما مارتن بيمشي بياكل فينوم الشوكولاته وبيعجبه طعمها جدا، وبيقول ان مارتن اداله 20 دولار وان المبلغ ده مش هيكفي مواصلاتهم لنيويورك. فبيقترح فينوم عليه انهم يدخلوا صاله القمار علشان يلعبوا بالفلوس اللي معاهم ويكسبوا اضعافها، وبكده هيقدروا يسافروا نيويورك بسهوله. فبيقتنع ايدي بكلامه، لكن فرد الامن بيمنع ايدي من الدخول لانه مش لابس بدله، فبيتضايق منه فينوم وبيضربه وبيفقده الوعي. وبعدها بيشوف شخص لابس بدله وواقف بعيد، فبيروح له فينوم وبيضربه وبيفقده الوعي. وبعدها بيسحبه علشان محدش يشوفه وبيسرق بدلته. وبعدها بيرجع لصاله القمار وبيدخل من غير ما حد يمنعه، وبيبدا فينوم يلعب ولكنه بيخسر الفلوس كلها، فبيتعصب وبيكون عايز يكسر اللعبه، ولكن ايدي بينجح ان هو يمنعه. وفجاه بيشوفوا قدامهم صاحبتهم القديمه واللي اسمها تشين، واللي بتكون عارفه كل حاجه عن حقيقه ايدي وفينوم. فبيروح لها ايدي وبيسلم عليها، وبيعرف منها ان هي نازله في فندق، وبتعرض عليه ان هو يروح معاها علشان يرتاح شويه. فبيوافق ايدي وبيروح معاها، ولكن بيتفاجئ ان تشين بتكون عايزه ترقص مع فينوم. فبيحاول ايدي انه يفهمها ان هم متعارضين وان فينوم مش هينفع يظهر، لكن تشين بتصمم على رايها وبتطلب منه رقصه اخيره قبل ما يمشي ويسيبها. ساعتها فينوم بيقول لايدي ان هو عايز يرقص معاها، فبيزعق له ايدي وبيعرفه ان هو لو ظهر بالكامل ساعتها الوحش هيحدد مكانه. ولكن فينوم بيتجاهل كلام ايدي وبيتحول بالكامل وبيرقص مع تشين. وفي اللحظه دي الوحش بيحدد مكان فينوم وبيجري ناحيته بسرعه رهيبه جدا، وبيتصدم فينوم وايدي لما بيشوف الوحش قدامهم. فبيدخل فينوم جوه ايدي بسرعه، اما تشين فبتكون واقفه وهي مرعوبه جدا. فبيطمنها ايدي وبيقول لها ان الوحش ده هيمشي، وفعلا الوحش بيسيب المكان وبيمشي. وفي نفس اللحظه بيوصل جنود سترايك للمكان وبيضربوا ايدي بموجه من الاشعاع وبيفصلوا عن فينوم، وبعدها بيحبسوا فينوم جوه انبوبه وبياخدوه هو وايدي على المنطقه 51. وساعتها الوحش بيقدر يحدد مكان فينوم بعد انفصاله عن ايدي، وبيمشي ورا الطياره وبيدخل جوه المنطقه 51 من غير ما حد يشوفه. وفي نفس الوقت ده مارتن وعيلته بيوصلوا للمنطقه 51 وبيتسللوا من على السور وبيمشوا بهدوء لحد ما بيطلعوا فوق برج عالي، وبيفضلوا منتظرين على امل ان هم يشوفوا اي كائن فضائي.
وفي اللحظة دي بيفوق إيدي وبيكون محبوس جوه غرفة في المختبر، وأول ما بيسترد وعيه بيلاقي الكائن اللي مستحوذ على جسم الضابط باتريك قدامه في غرفة تانية. فبيقول الكائن لإيدي إنه لازم يحمي مفتاح علشان نول يفضل محبوس جوه سجنه، وبيعرفه إن لو نول اتحرر هيدمر الكون كله، وبيقول له إن المختبر موجود فيه كائنات كتير من نفس فصيلة فينوم، وبيطلب منه يحرر فينوم ويحرر باقي الكائنات، وده علشان يقدروا يقفوا قدام الوحوش ويدمروها. وفي اللحظة دي بتيجي باي وسادي وبيسألهم إيدي عن فينوم، فبتقول له باي إنه فينوم موجود في المعمل. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم سترايك ومعاه مجموعة من الجنود، وبيبلغ باي إن هي اتعزلت من منصبها وإن القاعدة بالكامل بقت تحت سيطرته هو. فبيفتح الغرفة وبيطلع إيدي وبيقول له إن هو يقتله زي ما قتل جنوده، وكمان علشان ما يكونش فيه وجود للمفتاح بعد ما هو يموت. وبعدها بيطلع سترايك مسدسه وبيضرب إيدي بالنار، ولكن فجأة بيظهر فينوم من جوه جسم سادي. نعرف وقتها إن سادي رفضت تحبس فينوم وقررت إن هي تحتفظ بيه جوه جسمها، وقبل ما إيدي يموت بيتنقل فينوم لجسمه وبيطلع الرصاصة من جسم إيدي وبينقذه من الموت. وقتها بيجي الوحش وبيكون عايز يوصل لفينوم، لكن الكائن اللي جوه جسم باتريك بيهجم على الوحش وبيطلب من فينوم إن هو يهرب بسرعة، ولكن الوحش بياكل الكائن ده وبيخرج بره المكان. ساعتها فينوم بيطلب من سادي وباي إنهم يحرروا كل الكائنات اللي من فصيلته، فبينفذوا كلامه وبتخرج الكائنات وبتدخل جوه أجسام الموجودين في المكان، وبيشكلوا قوة رهيبة علشان يتصدوا للوحش ويقتلوه. وبعدها فينوم بيدخل جوه جسم إيدي، وده علشان يشتت الوحش ويمنعه من تتبع المفتاح. ووقتها الكائنات الفضائية وكمان جنود سترايك بتحارب الوحش وبيحاولوا يتغلبوا عليه، ولكن الوحش بيكون قوي جدا ومش بيقدروا يوقفوه. فبتسمح سادي لواحد من الكائنات انه يدخل جسمها وبتتحول لكائن قوي جدا وبتهجم على الوحش. اما باي فبتاخد انبوبة بيكون فيها عينة من الكائنات دي وبتخبيها. وفي اللحظة دي إيدي بيخرج من المختبر والوحش بيخرج وراه، وبيتصدم مارتن وعيلته لما بيشوفوا اللي بيحصل. ووقتها إيدي بيكون بيجري بكل قوته علشان يهرب من الوحش، لكن مارتن بيشوفه وبينده عليه، فبيطلع لهم إيدي علشان يكون جنبهم ويحميهم من أي خطر ممكن يتعرضوا ليه. وبنرجع للمعركة وبيمسك سترايك قذف صواريخ وبيصوبه ناحية الوحش وبيضرب عليه. من قوة انفجار الصاروخ بيقع البرج اللي فيه مارتن وعيلته، ولكن إيدي وفينوم بيقرروا ينقذوا ليف وأخته، وبتتحرك كائنات تانية من فصيلة فينوم وبينقذوا مارتن ونوفا. وبعدها الوحش بيجمع جسمه من تاني بعد الانفجار، وبيبدأ الوحش يصدر موجات صوتية وبيطلب الدعم من نول. ووقتها الكائن بيخرج من جسم سادي بسبب الموجات الصوتية، وفينوم هو كمان كان هيخرج من جسم إيدي، ولكن إيدي بيقدر يمسكه ويرجعه. وقتها نول بيفتح بوابة زمنية وبيعدي منها وحش تاني وبيساعد الوحش الأول، فبتتحرك سادي بسرعة ناحية الكائن وبيرجع جوه جسمها. وفي نفس اللحظة بتتحرك بي وبتاخد مارتن وعيلته وبتهربوا من المكان بعربيتها. أما سادي فبيظهر إن الوحش على وشك إنه يقتلها، فبيجري إيدي بسرعة وبيركب الموتوسيكل وبيطلب من سترايك إنه يخلي الطيارة تيجي وراه. فبيسمع سترايك كلامه وبيدي أوامر للطيارة وباقي القوات إنهم ما يروحوا ورا إيدي. ووقتها بي بتكون خرجت بمارتن وعيلته من المكان وبتوصلهم لعربيتهم، ووقتها بيتحول فينوم بالكامل علشان يسحب الوحوش ناحيته. وساعتها فعلا الوحش بيسيب سادي وبيطارد فينوم اللي بيكون بيستدرج الوحوش لمكان فيه بنزين كتير، وبتيجي الطيارة وبتضرب نار على الوحوش وبتفجرهم. وساعتها كلهم افتكروا إن هم قضوا على الوحوش، ولكن فجأة بيطلع الوحش من وسط النار وبيهجم على الطيارة وبيدمرها. وبينزل سترايك من عربيته علشان ينقذ زمايله المصابين، وبيروح يسحب واحد منهم، ولكن الوحش بيطعنه طعنة قوية بتخترق جسمه. ولما إيدي وسادي بيشوفوا اللي حصل بيتحدوا مع بعض وبيهجموا على الوحش، وبيقدر إيدي إنه يقطع راسه. أما سادي بتاخد سترايك وزميله وبتوديهم لمكان أمان. ووقتها الوحش بيهجم على إيدي وبيمسكه وبيرفعه لفوق وبيكون خلاص هياكله، ولكن بيظهر مارتن وبيضرب الوحش بصاروخ فبيفصل راسه عن جسمه، لكن بيترعب لما بيلاقي الوحش لسه عايش وبيبص له. فبيجري مارتن من المكان بسرعة وبيرجع لعيلته. وساعتها الوحش بيطلب دعم من نول عن طريق الموجات الصوتية، ومرة تانية بسبب الموجات الصوتية بيخرج الكائن من جسم سادي، ولكن المرة دي بيهجم الوحش على الكائن وبياكله. وبعدها بتتفتح أكتر من بوابة زمنية وبيخرج منها وحوش كتير. في اللحظة دي فينوم بيسحب إيدي وبيدخلوا جوه حطام الطيارة، ويظهر ساعتها إن إيدي مصاب إصابة شديدة. فبيقول فينوم لإيدي إن هو فخور بيه جدا لأن هو أول مرة يشوفه بيقاتل بجراءة وشجاعة، وبيعرفه إن هو مش شخص فاشل زي ما هو قال عليه زمان. وبيكمل فينوم كلامه وبيقول لإيدي إن هو كان نفسه يشوف تمثال الحرية. فبيقول له إيدي إنهم بعد ما يخلصوا المعركة هيوديه نيويورك علشان يشوفه، لكن إيدي بيتصدم لما فينوم بيقول له إن دي المعركة الأخيرة، وبيعرفه إن هما مش هيخرجوا من المكان ده مع بعض، وإن لازم حد فيهم يضحي بنفسه علشان نول يفضل محبوس للأبد. فبينهار إيدي لأنه مش متخيل إن هو هيعيش من غير فينوم، ولكن إيدي ما بيكونش قدامه حل تاني غير كده، وبيضطر يوافق علشان ينقذ العالم من شر نول. وبعدها بيدخل فينوم جوه جسم إيدي وبيعالج له جروحه وبيخرجه من حطام الطيارة، ووقتها بيتحول
بتتحول بالكامل وبتخرج من جسمه دراعات كتير، وبيندمج مع كل الوحوش اللي بعتها نول، وبيفضل يمشي بيهم ناحية مكان معين، وبيبص لسترايك وهو ماشي، فبيفهم سترايك اللي فينوم عايز يعمله، وبيروح فينوم بالوحوش لمكان جهاز موجود فيه مادة حارقة، ولما بيوصل بيخرج ايدي من جسمه، وبعدها سترايك بيقوم رغم اصابته وبيشغل الجهاز، وبتنزل المادة القاتلة على فينوم والوحوش اللي معاه، وساعتها فينوم بيغطي ايدي بباب مصفح علشان يحميه، وبيكون ايدي حزين جدا وهو شايف فينوم بيموت قدام عينيه. وبعد ما المادة بتغطي فينوم والوحوش بالكامل بيطلع سترايك ولاعة من جيبه وبيضحي بنفسه وبيولع النار، فبيحصل انفجار كبير جدا وبتقع الثدي على الارض من شدة الانفجار، فبتستخدم بيه العينة اللي معاها وبتتحول لكائن من فصيلة فينوم، وبتقدر انها تنقذ الثدي من الانفجار. وبعدها بنشوف ايدي في المستشفى وبيكون فاكر ان كل ده كان حلم، وبيفضل ينادي على فينوم، وفي الوقت ده بيكون جنبه جنرال من الجيش وبيرد عليه وبيقول له انه فينوم خلاص مبقاش موجود، وبيشكره على شجاعته وبيعرفه ان هو قدر ينقذ العالم من الدمار، لكن بيحذره ان هو لو اتكلم في اي حاجه من اللي حصلت هيكون مصيره السجن. وبعدها بنشوف ايدي وهو ماشي في الشارع وبيفتكر ذكرياته مع فينوم، وبيروح عند تمثال الحريه اللي فينوم كان نفسه يشوفه على الحقيقه، بيقول ايدي لفينوم ان هو عمره ما ينساه، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جايه ان شاء الله.